السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بيكم. من تجربتي يا جماعة، جبت بعض الأدوات كده في المطبخ. هي طبعا أنا هقدم النهاردة الحاجات اللي هي الخفيفة أو اللي سعرها رخيص شوية، بس في الوقت اللي احنا فيه ما بقتش حاجة رخيصة طبعا، وفي حاجات كتير بنجيبها وبنكتشف إنها مش زي ما بيقولوا، او مش بتنفع للاستخدام فترة طويلة، او مش بتنفع اصلا للاستخدام. زي ايه مثلا؟ زي ايه علشان ما تجيبيش بفلوس وترمي على الارض؟ يعني زي البتاعة دي مثلا اللي انا جبتها، وكانوا بيقولوا لي بتخرب بقى الملوخية والخضرة وكل الورقيات الخضرة، بتعمل كل حاجة. يا سلام، اللهلوبة، على اساس ان هي ايه بتحل محل المخرطة والقطاعة وكل حاجة. جيت بقى ان انا استخدمها، ما لقيتهاش بتعمل حاجة، والشفرات ديت ما هيش حامية، ولقيت ان الشفرات ديت بطيئة جدا، وللأسف ما عرفتش استخدمها ولا اعمل بيها حاجة، فبالتالي ركنتها. وانا كنت جايباها يعني من بقالها فترة، وكانت معدية ال100 جنيه. فلو انت هتجيبيها حتى ب100 جنيه وبعدين ترميها، حرام. فبالنسبة لي ملهاش استخدام، او مش عملية ابدا، ومش زي ما بيقولك التاجر. فمن وجهة نظري ما تجيبيهاش. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة اللي هي ايه؟ بصوا بقى، اللي هي القطاعة مثلا اللي هي قطاعة التفاح دي، كانت برضو استخدمتها فترة بسيطة واتقسمت كده، زي ما انتوا شايفين انا ركناها طبعا من فترة طويلة مش بستخدمها، وكنت هرميها، بس حبيت اني اعرفكم برضو ان اي قطاعة الجناب بتاعتها كده زي ما انتوا شايفين بلاستيك، او اي خامة غير الاستانلس ما تجيبيهاش. يعني لو انتي عارفة انها قوية كده، انما البلاستيك مش بيستحمل وهيفرقع معاكي بعد فترة قصيرة جدا. فما تجيبيش القطاعة البلاستيك دي لانها مش هتستحمل معاكي، وطبعا بفلوس برضو، وهتجيبها لا تقل عن 50 جنيه تقريبا. انا هقول لكم على بعض الحاجات الحلوة وبعض الحاجات اللي مش حلوة. يعني مثلا اللي هو مثلا ايه، مضرب البيض ده. جبت مضرب البيض ده اللي هو السيليكون. طبعا كل ما هو سيليكون جميل، وانا بحب الحاجات السيليكون جدا، ولكن ما حبيتهاش ابدا في المضرب، لانها بحسه طري كده ويقعد يلب في الحاجه وما بيخفقش الحاجه كويس. لكن جنبه الاستانلس حاجه عظمه، يعني ما بيروحش معاكي لا يمين ولا شمال، زي ما بتوجهيه وايدك فيه ولا بيروح ولا بيجي معاكي. والحقيقه عجبني جدا مقارنه بالسيليكون. ودي يعني دي تقريبا اول حاجة في السيليكون ما تعجبنيش، ما عجبنيش ابدا. فلو هتجيبي مضرب ما تجيبيش ده، هاتي الاستانلس، خليكي بالاستانلس، عملي جدا وهيعيش معاكي فترة طويلة جدا. تمام. بالنسبة بقى اللي هي مثلا مفرمة التوم، وهنقول اللي هي اكتر حاجة جبتها وعجبتني، اكتر حاجة يعني اللي هي برضو اللي هي دي. الحقيقة يا جماعة انبهرت بيها، لاني جربت قبلها حاجات وما عجبتنيش ابدا. فدي اللي هي الاستانلس ديت قوية جدا وبتستحمل معاكي. كنت جايبة واحدة منها اللي هي برضو بلاستيك كده، او اللي بيقولوا عليها باغ. الحقيقة يعني ما قعدتش معايا، ما استخدمتهاش مرتين وفرقعت مني ورميتها. يعني في اي حاجة بلاستيك ما بتستحملش الضغط، لانك طبيعي لما بتحطي التوم هتضغطي ضغط جامد اهو، هتضغطي جامد علشان يتفرق معاكي، فبالتالي ما حاجاش هتستحمل. لو بلاستيك مش هتستحمل ابدا. فخليكي لو هتجيبي هاتي ديت عملية جدا جدا جدا. طيب، ايه تاني بقى؟ بالنسبة يا جماعة للي هي السكينة دي يعني انا مش بستغنى عنها. مثلا لو بعمل بسكوتات او قراقيش او اي حاجة، بضطر اني ايه، انكش بالصينية كده، يعني اطلع المخبوزات، او لو الحاجة معجنات معايا او كده، يعني بحب اني استخدم السكينة دي الحقيقة. بس زي ما انتوا شايفين النوعية ديت ايه، بتصدي كده، وتقريبا فيها نسبة حديد كتيرة، علشان كده بتصدي بسرعة. فالحقيقة كانت نفعاني جدا، بس ما قعدتش معايا فترة طويلة، فاستبدلتها بدي. ودي كمان قعدت معايا فترة طويلة جدا، ودي
تقريبا استلت خالص. فالحقيقه بستخدمها مش بتصدي ولا بيحصل لها اي حاجه، اللي هي ايدها خشب دي هتعيش معاكي فتره طويله جدا. اما بالنسبه لدي فالحقيقه انا حبيت استخدامها، ولكن بتصدي زي ما انتم شايفين كده. والحاجه لما بتصدي عارفين ان استخدامها خلاص بتكون مضره ومش هستخدمها تاني. طيب معايا ايه كمان بقى؟ معايا الحاجة برضو اللي جربتها اللي هي بنستخدمها كتير، اللي هي البلابل دي. فبتحتاج انك تجيبي البلابل ديت لقمع عندك، او اللي هي الكيس مثلا حلواني او كده. فما تجيبيش ابدا اللي هي ناس كتير بتتغش في البلابل دي وبتفتكر ان هي ستانلس وبتجيبها، ولكن بتصدي بعد فترة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده. لو هتجيبي هاتي الانواع دي او هاتي البلاستيك ده، هي يعني ايه حاجات صحيه وهتقعد معاكي فتره عن ده، لان ده بيصد زي ما انتم شايفين كده صدى وخلاص كده استخدامه مش هينفع معايا تاني. طيب ايه كمان هقول لكم؟ اللي هي برضو عصاره الليمون دي حلوه اي حاجه استلس كده جميلة جدا على فكرة وعملية. ما تجيبيش الحاجات بتاعة الضغط دي، ما تجيبيهاش بلاستيك ابدا ابدا ابدا، لانها تفرقع منك قريب جدا. تمام؟ فعملية معايا. وعلى فكرة ممكن كمان انك تستخدميها للثوم، بس مش هتطلع معاكي كتير لانها فيها خروم مش كتيرة، ولكن ممكن برضو انك تستخدميها للثوم. فهي حلوة وعملية كمان بحبها يعني، بس واستخدامها كويس معايا. في معايا ايه تاني؟ في معايا اللي هي دي، اللي هي قطاعة الخضروات بقى، او لو هتخليلي جزر مخللات الحاجات دي. النوعية دي كويسة جدا جدا. تمام؟ وده ستانلس خالص واصلي، قاعده معايا بقالها فتره وبستخدمها ما بيحصلهاش حاجه ابدا، بعكس دي كنت جايبه اللي هي ديت اللي ايديها خشب دي، والحقيقه زي ما انتم شايفين كده ما قعدتش مره واتنين وصدت وبقت شكلها بالمنظر ده. وطبعا دي خلاص مش هستخدمها تاني. فبالنسبه لما جبت ديت مقارنه بيها يعني النوعيه دي نظيفه قوي وبتقعد معاكي فتره طويله مش بيحصل لها حاجه زي ما انتم شايفين، وعمليه جدا والواحد مش بيستغنى عنها بالنسبه بقى للمخللات او الحاجه اللي زي دي. تمام؟ طيب في ايه تاني عايزه اوريه لكم برضو؟ اللي هي بقى اللي هي البرايه ديت، اللي قالوا لي بقى ايه جزر بقى بتعمل اشكال حلوه، تحطي فيها الجزره تطلعها كده عامله زي الورده، تحطي فيها مش عارفه ايه، بس مش عمليه برضو لانها بلاستيك. وكل ما اجي احط فيها مثلا حاجه بحس ان هي بتطق مني كده عماله تفرقع، فبخاف انها تفرقع في ايدي. فالحقيقه ما بقتش استخدمها، واي حاجه بلاستيك للضغط مش برجحها ابدا. فما تجيبوش اي حاجه فيها بلاستيكات دي. لو كانت مثلا ستانلس نضيف ولا حاجه كنت هنصحكم بيه، لكن الحقيقه مش عمليه ابدا. كل دي يا جماعه فلوس. يعني لو جمعتي الحاجات دي مع انها تبدو بسيطه، ولكن في الوقت اللي احنا فيه يعني اكيد هتقطع مبلغ، هتدفعي فيها مبلغ وقدره، وحاجات كتير هتترمي. في بقى الحاجات اللي انا مش بستغنى عنها ابدا، اكتر حاجه بستخدمها في مطبخي اللي هي ايه؟ اللي هي المعالق دي. طبعا المعالق انواع كتير جدا اللي هي بنستخدمها. بصوا بقى معالق يعني انواع كتير بقى، واللي هو بيستخدم الخشب واللي هو السيليكون والحاجات دي. طبعا كان عندي اللي هي السيليكون دي بس كانت فرقعت مني، يعني كانت اتكسرت، فحاولت اني احط لها امير ولا حاجه انها اقدر استخدمها تاني، ولكن زي ما انتوا شايفين برضو فتحت تاني ومنفعش معايا وخلاص كده. اما باجي بقى استخدمها بلاقيها عماله تعمل معايا كده، فما بقتش استخدمها. ولكن اكتر معالق انا استريحت فيها الحقيقه السيليكون. بالنسبه للخشب برضو حلو،
ولكن اكتر حاجة فيها عملية وحلوة اللي هي المفلطحة دي، المعلقة المفلطحة. طبعا في معالق خشب بتبقى رفيعة واللي هي الشوكة والحاجات دي، بس دي اكتر حاجة عملية لو هتجيبي وحابة تجيبي المفلطحة دي. بالنسبة برضو للسيليكون اللي هي الانواع ديت كويسة وكل حاجة، بس اكتر حاجة استخدمتها وعجبتني الحقيقة اللي هي المفرودة دي او دي، يعني اكتر حاجة استريحت فيها وكانت عملية معايا جدا، فاكتر حاجة حبيتها الحقيقة. ولكن حتى جودتها ما بقتش زي الاول، يعني بقت رقيقة كده، لسه جايباهم دولت جداد، وكانت اكتر حاجة بستريح فيها اللي هي دي. بس دي بقى قديمة برضو وكانت فتحت مني كده، بس الحقيقة كانت اكتر معلقة مفضلة عندي لانها مفلطحة كده وبتلم كل حاجة معاكي في ثواني وفي دقايق، فحبيت ان اجيب المفلطحة منها. ولكن جبتها خامتها، بصوا دي كانت ما شاء الله ناشفة ازاي، كانت عملية جدا معايا وكانت بتستحمل، بس كل حاجة ليها عمر طبعا. انما دي بقى رقيقة جدا الحقيقة، بس يعني ماشي حالها برضو، استخدامها برضو كويس عملية، بس هي يعني مش نفس الخامة القديمة، ولكن حلوة. وبحب النوع المفلطح ده اكتر من دي. يعني بصوا يعني ايه، مش اللي هي بتلم او مش مفلطحه، انما دي تلاقيها مفروده بتلم معاكي وتقلب في ثواني. واللي هي دي برضو ايه، مكان يعني هي مش عمليه معايا قوي الحقيقه، فدي اكتر واحده عمليه لو حابه انك تجيبي معاه حاجه يعني عمليه ومفروده وتلم معاكي، فهي المفلطحه دي احسن نوع في انواع المعالق، علشان يكون عندك علم يعني. طيب، من الحاجات المفيدة برضو جدا اللي انا جبتها وما ندمتش عليها ابدا ومبسوطة جدا انها معايا، المقوار ده. الحقيقة المقوار ده بيسهل عليا كتير قوي، سواء في البدنجان او الكوسة. لو انا هقورها بيعمل لي كده بقى فتحة في النص في ثواني، بيجيب لي قلب الكوساية، يا اما بيوسع لي قلب البدنجان، وبالمقوار التاني في ثواني بشيل الجوانب. فده بيسهل عليا كتير جدا، هاتيه مش هتندمي، لانه هيسهل عليكي برضو في سواء يعني في وقت قليل جدا هتلاقيكي خلصتي المحشي او قورتيه وخلصتيه تمام. من الحاجات اللي عايزه اوريها لكم برضو اللي هي المبشره دي او القطاعه ديت، هي الحقيقه عمليه جدا جدا جدا، ولكن في منها انواع فاحذروا يعني، علشان في منها كذا نوع برضو. في انواع بتستحمل وفي انواع ايه رقيقه قوي بتلب جد. بصي انت هتشوفيها، بصي بتلاقي البلاستيك بتاعها ايه رقيق وبيروح ويجي معاكي كده، فاعرفي ان دي ايه مش عمليه قوي. ففي بعضها بقى بيبقى ناشف كده وبتكون الخامه بتاعتها تقيله، البلاستيك بتاعها ما بتلبش معاكي قوي، فدي بتستحمل معاكي. انما دي لو انت حطاها كده وبتشوري الجزره بتخافي لو انت ضغطه تقوم جايه تتكسر منك في ثواني. فدي كانت بعض الحاجات اللي كنت حابه اني اوريها لكم واعرفكم عليها، لان الحاجه الحقيقه بقت غاليه جدا، وبقى الواحد يدفع فلوس ويرميها في الارض. فالحقيقه دي بعض الحاجات ومش كل، يعني دي بعض الحاجات اللي انا جبتها وجربتها وحبيت اني افيدكم بيها. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو اعمل لكم فيديوهات تانية من النوعية ديت. انا اسفة طبعا طولت عليكم، ولكن حبيت اني افيدكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.